بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل على محمد النور المؤيد المنصور الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلوات ربي وتسليماته عليك وتحياته وبركاته إليك يا رحمة ربنا المهداه ويا نعمته المزداه. صلى عليك الله يا خير خلق الله. أعزائي السادة المشاهدين والمتابعين لأكاونت حمادة رمضان جمعة، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى ومرات عديدة في لقاء بنناقش فيه بعض القضايا الهامة الجارية على الخاصة بالأحداث الفيومية والأحداث المصرية، منها ما هو الرياضي والسياسي والاجتماعي. وزي ما إحنا نوهنا في عنوان البث وقلنا كده في البداية: لم يبق لي غير القلم، هدأ الصهيل وسافر الفرسان، واستلقت على القاع القمم، جف المداد وشاخت الكلمات، وارتحل النغم. حين استوى في الأرض صوت الله، كان العدل دستور الأمم. فإلى متى نشكو ونمضي حزننا الدامي، ونصرخ من تباريح الألم؟ بسم الله الرحمن هو، بسم الله الرحيم بنا. نبدأ إن شاء الله مع حضراتكم، بس يا ريت أولا حد يقول لنا عبر السادة المشاهدين والأعضاء الأعزاء اللي بيتابعونا، هل الصوت كويس؟ هل الصورة واضحة بالنسبة لهم ولا لا؟ يا ريت حد يأكد لنا الكلام ده علشان يا ريت السادة الأعضاء اللي موجودين عبر الصفحة واللي بيتابعونا ونكن. طبعا بعتذر لسوء أو عطل فني حصل في الشبكة، بعتذر مرة أخرى، وبأكن طبعا كل تقدير واحترام للسادة المتابعين اللي بيشاهدونا ودايما بيطلبونا ان احنا نتكلم في المشاكل اللي بتخص المصريين بصفة عامة، وبيقولوا لنا دايما اتكلم. احنا قلنا لكم يا جماعة ان احنا هنتكلم في كل حاجة. طبعا برحب بالساده المتابعين، الاستاذ سامح محمد زيان والاستاذ احمد رجب، اهلا بيك واهلا بحضراتكم. طيب، يعني احنا زي ما قلنا ان احنا هنناقش موضوعات كتير وقضايا كتير يا جماعه على الساحه. اول حاجه احنا هنتكلم فيها ان احنا بنبعث التعازي الحاره والمواساه وكلنا نعتصر ألما وكمدا وحزنا كبيرا. والله لو وزع هذا الحزن على أهل الأرض لا كف الجميع. إلى أسرة المرحوم والمغفور له بإذن ربه الأستاذ الكاتب الصحفي سمير الكاشف، والذي كان يعمل بعدة صحف مصرية وبمؤسسة أخبار اليوم وبأخبار الحوادث، وكانت له صولات وجولات وله بصمة كبيرة في عالم بلاط صاحبة الجلالة. ولا شك أنه هو ترك حزن كبير وألم يعتصر القلوب، وتكاد العيون لا تجف عن الدموع منذ أن علمنا بخبر وفاته على إثر أزمة قلبية حادة أودت بحياته إلى أن يلقى مولاه. لذلك أرسل هذا الدعاء الذي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدعاء شفيعا له، وأسأل الله أن يرحمه رحمة يتعجب منها الأولون والآخرون، وهذا المصطلح خاص بأخي وزميلي الأستاذ وائل جاد. أسأل الله أن يرده إلى أراضي الوطن سالما غانما، وأن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وألا يجعل قبره حفرة من حفر النيران، وأن يمد له في بصره، وأن يجعل من تحته نورا ومن أمامه نورا ومن خلفه نورا. اللهم اغسله من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أمين. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا له عند سؤال الملكين. اللهم ثبته يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوب أحبائه
وعلى قلب زوجته وعلى قلب أبنائه، إنه ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ولا يسعني إلا أن أقدم هذا الدعاء لعل وعسى أن يستجيب المولى تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركات، وأن يرحمه رحمة واسعة من عنده. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من كان منهم محسنا فزد في حسناته، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وثبت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك. برنامج الإكسليوم. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن ترحم سمير الكاشف رحمة كبيرة ورحمة واسعة، اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذه واحدة. الموضوع الثاني طبعا يا جماعة هو الحديث عن الفقرة الرياضية وعن مباراة مصر والكيب فيردي اللي انطلقت فعالياتها بالأمس. وطبعا شفنا ان الأداء الرجولي والأداء الذي فاق التميز والأداء المحترم جدا 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 من لاعبتنا اللي ظهروا بمظهر مشرف ومظهر محترم ومظهر يليق بالكرة المصرية وبالسمعة المصرية في الأراضي الأفريقية والأراضي الدولية أيضا. منتخب مصر لما بيلعب هو بيمثل سمعة مصر، ومفيش حاجة يا جماعة زي ما قلت مرارا وتكرارا إنه هو منتخب محمد صلاح. زمان كنا بنقول عليه منتخب الساجدين، ولكن في الفترة الأخيرة تحول هذا المصطلح إلى منتخب محمد صلاح. مفيش حاجة في الدنيا اسمها منتخب يختزل في شخص واحد وفرد واحد ولعيب واحد. لكن اللي بيزعل الشخص هو برضو الإعلاميين المصريين والمشجعين المصريين، ودول قلة جدا يا جماعة مش كلهم. دايما بيعلقوا وينتقدوا محمد صلاح، والراجل طلع مرارا وتكرارا وقال إن كل واحد حر على السوشيال ميديا بيقول اللي يقوله، أنا مش هربط لسان كل واحد. والراجل قالها صراحة، هم أحرار لأن أنا ما ببصش للكلام ده. ويمكن في خبر وكنا انفردنا وقلنا وكلمنا عنه وقلنا ان في فرمان طلع من اتحاد الكرة ووقع عليه ري فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري بطيران محمد صلاح الى انجلترا ورجوعه الى فريق ليفربول لتلقي واستكمال العلاج من الاصابة التي ألمت به اخيرا. ولكن اتت الرياح بما لا تشتهي السفن، وشفنا طبعا محمد صلاح وهو قاعد في المدرجات، وشفنا الفرحة الكبيرة جدا 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 لما رجالتنا الرجالة الأسود الرجالة النصور اللي حلقوا في سماء كوتيفوار واستطاعوا وكان الفوز حليفهم في اليوم ده، لأن هم أدوا برجولة وشهامة. وهنا بقى معدن اللاعب والرجل المصري أثناء الأزمات يا جماعة. ده بيوريك أن المباراة ما هي إلا انعكاس وصورة مصغرة من الحالة اللي بتعيشها أيضا الدولة المصرية. الدولة المصرية دولة في حالها، وبتحاول أن هي تنتصر في كل المعارك اللي بتقابلها، وكل المعارك الإرهابية هتلاقيها منين ولا منين ولا منين. برضو المنتخب المصري هيلاقيها منين ولا منين، هيلاقيها من الإصابات ولا من سوء الأرضيات ولا من سوء الرطوبة ولا من التعليقات والإعلاميين المصريين اللي ماسكين اللعيبة عمالين يقطعوا في فروتهم بدل ما بيشجعوهم ويحفزوهم ويحمسوهم على مواصلة الانتصارات. لا، كل ما هنالك هو انتقاد محمد صلاح
والحديث أصبح حديث الشارع المصري وحديث المدينة هو الحديث عن محمد صلاح. وزي ما قلنا لكم ان ليفربول وعد وقال عند تماثل محمد صلاح للشفاء من الإصابة هيرجع تاني للمنتخب وهيلحق بمعسكر المنتخب للمشاركة في اللقاءات القادمة في حالة التأهل لدور ال16. صراحة يعني احنا مش عايزين برضو نتكلم عن التحكيم، وشكرا ايضا زي ما الاستاذ اخويا عماد العزباوي لموزمبيق ان هي طبعا ادت واهدت الصعود لمنتخب مصر بتعادلها مع غانا 2-2. وعايز اقول لكم حاجة، يمكن مرة في المليون لو تم اعادة كأس افريقيا بعد 30 سنة وعقدت هذه الدورة مرة أخرى، يعني أقل المتشائمين ما كانش ممكن يتصور إن منتخب مصر ممكن يخوض 3 مباريات وفي ال3 يتم التعادل وبنتيجة واحدة. يا ريت حتى النتيجة اتغيرت في التعادل إلى 3-3 أو 1-1، لا، كانت النتيجة هي أيضا 2-2. المباراة الأولى كانت أمام موزمبيق واللي تعادلنا فيها 2-2، والمباراة الثانية كانت أمام غانا وتعادلنا أيضا فيها 2-2، ولكن أمام الراس الأخضر كاب فيردي، وكنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أول 3 نقاط في هذه الدورة. وبعد الفوز بهدفين مقابل هدف وفي الدقيقة الأخيرة أظن أو في آخر دقيقتين من عمر الوقت بدل الضائع استطاع كيب فيردي ان هو يحقق التعادل. والغريبة ان بهذا التعادل ايضا صعد المنتخب المصري. وعايز اقول لكم الاغرب ان حتى في حالة هزيمة المنتخب المصري بهدفين لهدف ايضا كان هيصعد المنتخب المصري الى الدور الثاني. وكل التوفيق ان شاء الله في المباريات القادمة. عايزين كلنا يا جماعة، أنا بتصور إشمعنى لعيبة أو الإعلاميين المصريين هم بس اللي بيوجهوا سهام النقد بتاعهم ونبال ألامهم اللاذع وألامهم الرصاص إلى منتخبنا وإلى لاعبتنا، وما بنلاقيش الكلام ده يا جماعة في بعض القنوات الأوروبية أو العربية أو الخليجية التانية. يعني أنا قريت مقال لأحد المديرين الفنيين السابقين الأفارقة، وكان بيثني جدا 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 على القميص رقم 8، وقال تذكروا هذا القميص وهو اللاعب إمام عاشور، وقال هذا اللاعب تذكروه جيدا، يا له من صولات ومن جولات ومن لمسات سحرية لم يسبق لها مثيل في الكرة الأفريقية. وقال تذكروا هذا اللاعب وهيكون له شأن كبير جدا 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 في الدوريات الأوروبية، ومن حقه طبعا. أنا عارف من المباراة دي أكيد يا جماعة كلنا هنشوف الدوريات الأوروبية بتتهافت على إمام عاشور للتعاقد معه والحصول على خدماته في الانتقالات أو في إن شاء الله الصيف القادم. فيا ريت يا أستاذ رضا عبد العال خف شوية على لعيبة المنتخب. يا ريت يا ابراهيم يا سعيد يا اللي طلعت في غفله من الزمن وبقيت تقدم برامج على قناه النهار، تخف شويه النقد وتوجيه السهام لمحمد صلاح، لانه بالعربي ما بيعيرش اهتمامه وما بيسمعش لمثل هذه الانتقادات على الاطلاق. الراجل ماشي في طريقه وقالها صراحه، كل واحد حر في رايه، انا مش همسك حد ان هو يتكلم او ما يتكلمش، واللي عايز يخوض في أي نقد ويوجهه ليا يا مرحبا وأهلا به، ولأن الراجل عرف طريق النجاح من أوسع الأبواب. إن شاء الله أنا بالحس الكروي اللي هو المتواضع من شخصي المتواضع بقول لكم إن شاء الله في المباراة القادمة اللي إحنا هنواجه فيها أي فرقة من الفرق الأربعة الآتي ذكرها، يا إما هنقابل المغرب، يا إما هنقابل الكونغو، يا إما ناميبيا، يا إما تنزانيا. وفي كلتا الحالات أنا بؤكد لكم بنفس المستوى والروح القتالية اللي ظهرنا بيها في الشوط الثاني من مباراة كيب فيردي، بؤكد لكم إن مصر ومنتخب المصري سيجتاز إن شاء الله دور 16. المفاجأة الكبيرة اللي أنا الكل ممكن يعترض معايا
عليها أن المنتخب المصري أيضا سيصل إلى المباراة النهائية، وقد تكون تنتهي أيضا بالتعادل، علشان بس نعكر صف أيضا المتشائمين والمتنمرين على اللعيبة المصرية، وأيضا تنتهي المباراة بالتعادل ونخضع بقى لركلات الجزاء علشان يفوز المنتخب المصري في كأس اسمه كأس المعجزات، كأس الأفريقية، اللي ما جاش على بال حد إن ممكن الفرق العربية والمنتخبات العربية تكون دي نهايتها بالتعادلات في المباريات الثلاثة، ويكون صعودهم بأقدام الآخرين. ده طبعا حبيت ان انا اتكلم عليه. طبعا الاستاذ عماد العزباوي بيقول احاسيس مشتته. يا ريت توضح اكتر لان انا مش فاهم معنى سعادتك تقصد ايه بالظبط. طبعا دي الفقره الثانيه وهي الفقره الرياضيه. المشكله الثالثه يا جماعه، وطبعا زي ما الكل شاف وعرف، في محافظه الفيوم قام مجموعه، بل عايز اقول لكم حوالي 80% من عمال سيراميكا الفراعنة بمحافظة الفيوم بعمل احتجاجات بالمصنع. وقيل طبعا ان هم احتجزوا مدير المصنع وصاحب المصنع داخل احدى الغرف الموجودة احتجاجا منهم، ومطالبهم مشروعة، هم مش بيطالبوا بأي حاجة زيادة ولا حاجة. المطالب المشروعة وهو طبعا سيادة رئيس الجمهورية أمر بزيادة علاوة غلاء المعيشة 600 جنيه وتطبق على القطاع الخاص منذ أول يناير لعام 2024. فكل القطاعات الخاصة التزمت، وأيضا سيراميكا أرت يا جماعة، وسيراميكا ألفا أيضا. طبعا أظن أن رئيس مجلس إدارة مصنع سيراميكا ألفا وهو الحاج بهاء مشكورا طبق قرارات الدولة وطبق قرارات رئيس الجمهورية، وقام بزيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص عنده، وطبق زيادة 600 جنيه لعلاوة غلاء المعيشة، بعيدا عن الزيادة السنوية اللي بيحصل عليها العاملين في هذه المصانع. وكلنا عارفين إذا كنا إحنا في القطاع الحكومي بناخد هذه العلاوة في شهر 6، لكم أن تعلموا أن القطاع الخاص بياخدها بعد مرور 6 شهور، أي في شهر 1 من كل سنة. دي بالنسبة للزيادة السنوية، في ظل ارتفاع طبعا حضراتكم الأسعار، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع أسعار السولار، وأسعار الكهرباء، وأسعار المترو. كل حاجة زادت في الدولة يا جماعة. وعايز أقول لكم طبعا يمكن الحكومة هي مش سبب في افتعال الأزمة، لكن هي جزء أساسي وشريك أساسي في وضع حلول لهذه الأزمة. طبعا كلنا استبشرنا خير لما السادة النواب ديوك البرلمان المصري، لما كل واحد فيهم سن اسنانه ورفع السيف الحق من جرابه تحت قبة البرلمان، ووجه هذا السيف وهذه السهام إلى وزير التموين، وكل واحد كان محوش كلمتين طلع وقالهم، ومش عارفين بعد الكلام اللي قالوه ده معالي الوزير بيطلع يمارس عمله عادي جدا وما كأن حاجة ما حصلتش. يعني كلام مدهون بالزبدة يصبح عليه الصبح من الشمس يسيح. ده يعني أقل عبارة ممكن تقال على العبارات العنترية اللي قالها السادة النواب الشجعان تحت قبة البرلمان، وربنا يستر عليهم في الانتخابات القادمة. يا ترى هنشوفهم تاني ولا هنقول لهم باي باي؟ فطبعا العمال حقهم المشروع ان هم احتجوا على عدم قيام صاحب المصنع بتطبيق الزيادة اللي قال عليها سيادة الرئيس، وهي علاوة يعني غلاء معيشة أو زيادة غلاء المعيشة، وبصرف النظر عن الزيادة السنوية زي ما قلنا. فاحتاجوا طبعا يا جماعة الناس دي لما احتجت في إطار مشروع، ما فيش إطار غير مشروع ولا حاجة، بالعكس الناس دي شغالة بقالهم حوالي 27 سنة في هذا المصنع، فهم من باب أولى إن هم بيحافظوا عليه بأجسامهم وبروحهم وبكل ما أوتي من قوة، مش مخربين خالص على الإطلاق. ناس بيطالبوا مطالبات مشروعة. الأمر الذي أدى إلى يعني تدخل أيضا الجهات الأمنية داخل المحافظة،
ووصول السيد المحافظ او ان هو زي ما سمعنا ان هو ارسل نائبه دكتور محمد عماد لمحاوله الاحتواء الموقف والسيطره عليه، ولكن فوجئنا طبعا ان الراجل راح هناك مشكورا من اجل الحفاظ على المصنع وصاحبه دون ايجاد اي حلول مرضيه ترضي جميع الاطراف ما بين العاملين المحتاجين وما بين صاحب المصنع الاستاذ محمود فوزي. فدي دعوة منا إلى محاولة إرضاء العاملين، محاولة تطبيق قرارات السيد رئيس الجمهورية، لأن ذلك يعتبر انتهاك لقرارات السيد الرئيس، ولابد أن هي تطبق على الفور، لأن أنا مش عارف إزاي ممكن واحد يقبل على نفسه يشتغل في القطاع الخاص ويكون بقاله 20 أو 25 سنة ويتقاضى إلى اليوم 2700 جنيه، و2700 جنيه أو 3000 هيعملوا إيه ولا إيه؟ هيجيبوا أكل بكام؟ هيدفعوا كهرباء بكام؟ هيجيبوا لبس لأولادهم بكام؟ هيدفعوا مصروفات دراسية بكام؟ فيا ريت نظرة ويكون الأستاذ محمود فوزي يتمتع بروح الإنسانية والروح الضميرية العالية ويطبق قرارات السيد الرئيس الجمهورية. دي النمرة الثالثة، أول حاجة الثالثة اللي احنا حبينا نتكلم فيها. الحاجة الرابعة يا جماعة، الحاجة الرابعة زي ما قلت لكم برضو أيضا يا ريت رؤساء المجالس المحلية، طبعا في مجهود كبير جدا 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 بيعمله السيد الأستاذ محمد فتحي إمام رئيس مجلس مدينة سنورس، والراجل عامل شغل فاق تميز وأداء عالي جدا جدا في إدارة مجالس المحليات، والراجل حتى لو كان مدته قصيرة ولكن نتمنى طبعا من السيد المحافظ ان هو يثبته في هذا المكان، والراجل بيلاقي هجوم شديد جدا 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 يا جماعة. طبعا في مقولة بتقول الرجل الذي يعمل في العمل العام فكأنما يتصدق ببعض عرضه لله، إن الذي يتعرض للعمل العام فكأنما يتصدق ببعض عرضه لله. أيضا رؤساء الوحدات المحلية يكون عندهم يعني شوية كده من الجدية ومفيش تقاعس في أداء العمل، وصراحة من أشد رؤساء الوحدات المحلية التابعة لمجلس مدينة سنورس هو الأستاذ أحمد رمضان عبد الغني، أو المعروف بالأستاذ أحمد عزت، رئيس الوحدة المحلية لقرية منشأة طنطاوي، ومجهود مشكور جدا 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 ومجهود عالي أوي 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 يا جماعة. الراجل ده عايز أقول لكم هو ليل ونهار ونهاره ليل، ولا يبخل أبدا على أي مواطن وتسهيل كافة العقبات لكل المواطنين اللي بيلجأوا للوحدة المحلية ما دامت المصلحة وما دامت المشكلة في إطارها المشروع وفي إطار القانون. عايز أقول لكم الأستاذ أحمد عزت من الناس القلائل جدا 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 اللي ممكن حضرتك تقابلهم في حياتك وتشعر معه بالراحة والطمأنينة جدا، فأنت في أيد أمينة. نتمنى وجود مثل هذا النموذج في عدد كثير من الوحدات المحلية داخل محافظة الفيوم. احنا عاوزين بس من الناس اللي هي بتتقاعس عن أي أداء عمل داخل المحافظة إن هي تعمل بجد واجتهاد، لأنه لا مجال للمتقاعسين داخل المحافظة أو خارجها. الموضوع الرابع ما كانش خلني التعبير، وهو يا ريت بالنسبة للبنوك المصرية. وجدنا في الفترة الأخيرة أن البنوك المصرية وخاصة بصفة خاصة البنك الأهلي المصري بيمتنع عن تمويل بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حتى المتوسطة منها، وخصوصا مشروعات الورش تشغيل الأخشاب الموبيليات. في السنوات الماضية كان المشروع ده كان البنوك وخاصة البنك الأهلي المصري بيعطي قرض كبير ممكن يصل إلى حوالي 1 و2 مليون جنيه لتمويل مثل هذا النوع من المشروعات. ولكن في الفترة الأخيرة وقف البنك الأهلي المصري تمويل الورش وهذا النشاط من ورش تشغيل الأخشاب الموبيلية، وطبعا معظم وحوالي 70% من أصحاب هذه الورش تواصلوا معنا وأرسلوا لنا استغاثة ونداءات بضرورة مطالبة البنك الأهلي المصري بضرورة رجوع تمويل مثل هذا النوع من النشاطات، لأن صراحة هم محتاجين أن هم يتم تمويلهم من خلال هذا البنك،
وانا مش عارف هل البنك مصر والبنك الاسكندريه او اي بنك اخر بيقوم بتمويل مثل هذا النوع من النشاطات ولا لا. فده نداء عبر صفحه الاكونت الخاص بينا، اكونت حماده رمضان جمعه، لرئيس مجلس اداره البنوك الخاصه بالبنك الاهلي المصري. البنك الاهلي المصري على مستوى الجمهوريه يا جماعه، يا ريت نظره مره اخرى نحو تمويل اصحاب ورش تشغيل الموبيليا، لان هم يا جماعه دول يا جماعه عندهم رخصهم ونشاطهم موجود، وعندهم عماله منتظمه، وعندهم سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، وفي كافه الضمانات اللي ممكن البنك يضمن حقه ويضمن ان الراجل ده هيسدد في المواعيد المحدده. ليه ما يتمش النظره والرجوع مره اخرى لتمويل مثل هذا النوع من النشاطات؟ الفقره الخامسه اللي احنا بنتكلم فيها، يا ريت احنا اتكلمنا وارسلنا بلاغات واستغاثات لمنظومه الشكاوى الحكوميه التابعه لمجلس الوزراء عن قيام عضو لجنه قانونيه بمديريه التربيه والتعليم، وصدر ضده عده احكام، والغريب انه يشهد مراكز حساسه ولجان حساسه داخل مديريه التربيه والتعليم، وصادره ضده احكام تمت المعارضه في مثل هذه الأحكام، ولكن المعارضة رفضت، وقبلت المعارضة في موعدها القانونية شكلا ورفضت في الموضوع. وهذه الأحكام تتراوح ما بين السنة والسنتين، ويا ريت مديرية التربية والتعليم تتخذ إجراء فوري على الفور نحو إبعاد مثل هذا العضو القانوني عن رئاسة بعض اللجان الهامة وداخل مديرية التربية والتعليم. ويمكن إحنا أرسلنا أيضا انذار على يد محضر بمحكمة الفيوم للسيد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتورة أماني أوراني، وأرسلنا إلى الشخص نفسه وإلى السيد مدير أمن الفيوم بضرورة الإفادة عن هذه الأحكام، لأن هذه القضايا وهي أرقامها 1990 جنح سنورس و1989 أيضا جنح سنورس. هذه الأحكام خاصة بتبوير الأراضي الزراعية والتجريف عليها، وتعتبر في التعديل الأخير من القضايا التي تمس الشرف ومخلة بالشرف والأمانة. ناهيك أيضا أن هذا العضو تم اتهامه في عام 2016 بقضية تبديد وهي تبديد منقولات، وتم سجنه لمدة شهر بسجن اسم أول الفيوم، ومش عارفين بقى في الفترة دي كان مين اللي بيقوم بالتوقيع له، لأن أيضا هذه من القضايا التي توقف أيضا عن العمل. تم أيضا تقديم شكوى هامة لهيئة النيابة الإدارية بفرع الفيوم، ويشرف عليها أيضا عضو نيابة محترم وفي غاية الاحترام والتقدير والإعزاز، بنوجه ليه كل الشكر والتحية على المجهود اللي هو بيبذله، ومنتظرين بقى نتائج التحقيقات، لأن إن شاء الله الأسبوع القادم سنتوجه إلى وزارة التربية والتعليم بالجديد، لأن إحنا كل مرة نتكلم في هذا الموضوع لدينا جديد يا جماعة، والجديد شديد زي ما بيقولوا. طبعا دي أهم الأشياء اللي أنا حبيت أتكلم معاكم فيها، وأنا مش عايز أكتر عليكم أكتر من كده علشان ما تزهقوش منا. بنحضر لكم حلقة كبيرة في برنامج جات على الجرح، لكن أنا مش طالب منكم غير حاجة واحدة بس يا جماعة، يا ريت الكل يتابعنا والكل يشاركنا، عايزين يد العون والمدد، لأن أنتم بالنسبة لنا العمود الفقري والسند اللي احنا بنعتمد عليه وبنسند ظهرنا عليه لما بنتكلم في أي حاجة. كتير من الناس بيبعتوا لنا بيقولوا لنا نتكلم في موضوع كذا وكذا وكذا، طيب لما بنتكلم بنلاقي حضراتكم مش موجودين، ووقت الجد مش بنلاقي حد. فأي حد عنده أي قضية أي موضوع ابعت لنا وإحنا هنتكلم فيه بنوعدكم، بس لو أي حاجة خاصة فيها مستندات هنقول لحضرتك تعمل إيه بالظبط وإيه المطلوب. طيب برضو قبل ما انسى، زي ما قلنا لكم إن إحنا أعلنا في الفترة الأخيرة عن عاوزين على وجه السرعة فدان أرض للإيجار على طريق الدائري من منطقة الصعيدي ومرورا بالحميات ومرورا بدخلة أبو عش لإقامة مشروع محطة خرسانية عليه، وعلى الفور يا جماعة، على الفور تنفيذ فوري، محطة مركزية
مطلوب فدان للإيجار، ويا ريت اللي عنده يبعت لنا في التعليقات عبر انتهاء هذا البث ويقول لنا. أيضا مطلوب فدان تمليك زراعة على طريق دمو أو على طريق هوارة، والتنفيذ وقتي. فدان تمليك يكون مزروع زراعة أو على طريق أسيوط الغربي. الفدان التمليك هناك بكام؟ يبعت لنا ويقول لنا عبر رسائل الصفحة. مش عايز أكتر على حضراتكم. طبعا احنا عندنا المكتب بتاعنا الخاص بالعقارات موجود في الجون، شارع أبو بكر الصديق بجوار جمعيتي، مكتب العماد للتسويق العقاري لصاحبه الحاج أحمد جمعة. وإن شاء الله معانا هتلاقوا كل ما هو جديد وكل ما هو جديد في آن واحد. طبعا بحب أوجه تحية للأستاذ نور هاشم، تحياتي واحترامي، وكنت أود أن أنتم تناقشونا وتكلمونا عبر في التعليقات عن الموضوعات اللي احنا اتكلمنا فيها ونشوف آرائكم. ولكن ده المتعود كالعادة وبكل سعادة، الناس بتدخل وتتفرج وما فيش لحد بيعلق ولا بيقول رأيه في المحتوى اللي احنا بنقدمه. شهاب صلاح أهلا بحضرتك. الأستاذ ربيع بدوي أهلا بيك، وأتمنى لك حياة سعيدة، وأتمنى لك كل التوفيق في الغربة اللي أنت فيها. أظن حضرتك في السعودية. تحياتي ليك ولأهل السعودية، وربنا يحفظ الدول العربية جميعا وأولهم مصر يا رب العالمين. مصطفى أحمد عبد الحميد أهلا يا أستاذ مصطفى. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى، نورت صفحتي المتواضعة. الأستاذ سامح طبعا رحبنا بيه. مش عايز أكتر عليكم أكتر من كده، لا يسعني إلا أن أقدم خالص حبي وتقديري وإعزازي لكل السادة المشاهدين والمتابعين اللي هم شاهدونا عبر هذا البث. لهم جميعا كل حب وتقدير. لا أقول وداعا، ولكن إلى لقاء متجدد بإذن الله في الأيام القادمة. دمتم في أمان الله.